من نعم ربنا علينا إنه خلقنا بأنظمة وقدرة على التعامل مع المواقف المختلفة وكمان على التكيف مع الأوضاع المختلفة اللي ممكن نتحط فيها في حياتنا. لذلك احنا النهاردة هنتكلم شوية عن الادابتيشن أو التأقلم بشكل عام. خلينا نقول كده إن جسمنا بيحصل فيه ادابتيشن أو تأقلم نتيجة للتمرين اللي احنا بنعمله أو نتيجة لحاجات كتير بنعملها في حياتنا. مش بس التمرين، يعني لو جينا اتكلمنا مثلا عن تعلمك للسباحة، تعلمك للسواقة. أكيد في البداية الموضوع بالنسبة لنا كان صعب، وكان بالنسبة لنا إن إحنا بنبذل مجهود كبير جدا عشان نقدر نعمل الحاجة دي، خاصة حاجة زي السواقة مثلا. لو تفتكر مثلا أول ما اتعلمت سواقة الموضوع بالنسبة لك كان مجهد، كنت بتخاف وأنت ماشي وسط العربيات، بتخاف وأنت بتاخد أي يوتيرن. يعني حاسس إنك بتبذل مجهود كبير شوية وأنت بتعمل الحاجة دي، مع إنها حاجة يمكن اكتشفت بعد كده إنها سهلة أو بسيطة. ده حصل نتيجة إن جسمك بدأ يتعود أو يتأقلم شوية مع الحركات اللي هو بيعملها أثناء السواقة، وعقلك بدأ يحفظ الموضوع بشكل سلس جدا، والموضوع ما بقاش بالنسبة لك مجهد خالص. النهاردة هنتكلم مع بعض عن الادابتيشن أو التأقلم اللي ممكن يحصل لجسمك نتيجة للتمرين، وهنعرف مع بعض هل هو حاجة مضرة ولا حاجة ممكن تنفعنا وتفيدنا. الحقيقة إن ناس كتير قوي فاكرين إن فكرة أو كلمة أدابتيشن أما بنقولها بتتقال إن إحنا وصلنا لحيطة سد، والموضوع بالنسبة لنا إن إحنا وصلنا لنقطة هنحصل فيها أو هنوصل فيها لبلاتو، والتطور بتاعنا هيبدأ يقف. ولكن الحقيقة هو الموضوع العكس. فكرة إنك بتقدر تميز إن جسمك وصل لنقطة الأدابتيشن أصلا، هي حاجة كويسة جدا كوسيلة قياس إنك من خلالها بتعرف أصلا إن جسمك بدأ يتطور. زي مثلا لو أنت حاطط في جدول تمرينك تمرين جديد، بعد 3 ل 4 أسابيع حسيت إن جسمك بدأ يتعود على التمرين ده بشكل كويس، بدأت تشيل فيه أوزان أقوى، حسيت ان الشده بتاعه التمرين بتاعتك بقت عاليه نتيجه ان جسمك بدا يحفظ الباترن او يحفظ الحركه الجديده اللي انت دخلتها عليه. فهو وسيله قياس كويسه عرفتك ان جسمك بدا يتاقلم مع التمرين الجديد اللي انت دخلته، بناء على شده الاوزان اللي انت حطيتها. دي اول نقطه لازم نبقى واخدين بالنا منها ولازم نبقى عارفينها، ان جسمك عشان يحصل له تطور لازم هتمر بمرحله زي الادابتيشن. جسمنا بيقدر يتكيف مع التمرين اللي احنا بنحطه بناء على الهدف بتاعنا. يعني لو انت حاطط تمرين لحد الهدف بتاعه يبقى اقوى، جسمك هيبدا يتكيف ويتاقلم انه يوصل لمرحله قوه محترمه بعد فتره من الزمن. لو حاطط له تمرين ان هو يبقى اسرع، بعد فتره برضو من التمرين جسمه هيبدا يبقى اسرع في الحركات اللي هو بيعملها او في الرياضه اللي هو بيلعبها. يعني بناء على التمرين اللي احنا حاطينه للاعب ده بنبدا نشوف تغيرات وتكيفات على جسم اللاعب ده في السرعه وفي القوه وفي التمارين اللاهوائيه بشكل عام، او التمارين اللي ما بتحتاجش اكسجين بشكل عالي قوي واحنا بنأديها، او بمعنى التمارين اللي جسمك بيستهلك من طاقته الداخليه بدون الاعتماد فيها على الاكسجين في المعادله الداخليه عشان يطلع طاقه. الادابتيشن اللي بيحصل لجسمك نتيجه للتمارين اللي انت بتتمرنها ما بيبقاش نوع واحد، ولكن مجموعه من التغيرات والتكيفات اللي بتحصل نتيجه للتمرين ده. التغيرات دي بتحصل بسرعه في فتره بتصل من 1 ل4 أسابيع، ودي هي النيورال ادابتيشن او التاقلم الجهاز العصبي مع التمرين اللي انت حاططها له، ودي تحديدا اللي احنا هنبدا نتكلم عليها النهارده. تغيرات تانية وتكيفات تانية بتاخد من 9 ل 12 اسبوع ومدد اطول من كده بكتير، ودي الماسكولار ادابتيشن او التاقلم بتاع الجهاز العضلي بتاعك. في نفس الوقت بيحصل ادابتيشن وتغيرات على مستوى حاجات تانية كتير من جسمنا، زي الاوتار والاربطه، زي تحسن وزياده في الكتله العضليه، زي تأثر الهرمونات والإنزيمات بتاعتك. بس الحاجات دي على ما بتحصل بتاخد سنين من الزمن على استمرارك على نفس التمرين اللي انت ماشي عليه. وعشان ما اطولش عليكم وخلينا ندخل في الموضوع بتاع النهارده، فهنتكلم مع بعض عن النيورال ادابتيشن او التغيرات والتكيفات اللي بتحصل على مستوى الجهاز العصبي، وازاي بتأثر على تمريننا وبتخليه اقوى واحسن. وانت حد جديد في التمرين، فجهازك العصبي بيبقى هو المسؤول الاول والرئيسي عن تمرينك في اول 4 أسابيع. الجهاز العصبي بتاعك بيبقى هو الفندمنتال بيز ان هو يطلع اوبتيمال بيرفورمانس او اقوى بيرفورمانس بالنسبه لك. فبيحصل على مدار اول 4 أسابيع من تمرينك، جهازك العصبي بيبدا يحس ان في حمل ولود زياده على عضلاتك وعلى جسمك، فلازم يبدا ياخد اكشن ولازم يبدا يتصرف. فده بيحصل على 3 مراحل. اول حاجه بيبدا يزود الريكروتمنت بتاع الموتور يونت
بتاع العضله الاجونست او العضله المسؤوله الرئيسيه عن الحركه. يعني ايه؟ يعني مثلا افتراضا لو انت حد جديد في التمرين وبتلعب تمرين زي البايسبس كيرل، فجسمك مش متعود ان هو يتحط عليه لود على العضله دي تحديدا بالشكل ده. فهيبدا يحس ان في حمل زياده او في خطر بيحصل، فهتبدا العضله نفسها تبعت اشارات للمخ تقول له ان في لود ما حصلش قبل كده، او حاجه مش متكرره علينا قبل كده. فيبدا المخ يبعت اشاره تاني للبايسبس ويقول لها شغلي كل الالياف العضليه اللي موجوده عندك، ودي اسمها موتور يونت. هنتكلم عليها باستفاضه برضو قدام. بعد كده احنا قلنا جزء بسيط. افتراضا الاشاره اللي جت من البايسبس للمخ والاشاره اللي رجعت تاني من المخ للبايسبس دي حصلت بكفاءه اقل، او حصلت بمعدل ابطا، او حصلت ان الكميه نفسها من الاشاره دي او السيجنالز دي مش كفايه. هل الموضوع هيبقى هو نفس الترتيبه بتاعته، او هل هيأدي نفس الغرض والوظيفه بكفاءه عاليه؟ اكيد لا. فالاشاره دي نفسها كمان كتطور او كادابتيشن بتبدا انها تزيد مع الوقت من تكرار التمارين اللي احنا بنحطها على جسمنا. فبعد فتره الاشاره اللي طلعت من البايسبس راحت للمخ عشان في لود زياده بدات تزيد او سرعتها تكون ازيد، والاشاره اللي رجعت من المخ تاني للبايسبس بدات سرعتها تكون اكتر، فالاكشن حصل بشكل اسرع وبشكل منسق اكتر. كده نحط افتراض كمان الاشاره اللي طلعت من البايسبس للمخ وبعد كده رجعت من المخ للبايسبس. الاشاره اللي جت دي قالت للبايسبس شغلي كل الالياف العضليه اللي موجوده عندك، او شغلي على قد ما تقدري من الالياف العضليه اللي موجوده عندك. هل الاشاره دي لو مش منسقه ومنظمه انها رايحه تحديدا للبايسبس، هل الموضوع برضه هيبقى بنفس الكفاءه؟ يعني افتراضا وانت بتلعب بايسبس كيرل في عضلات تانية شغاله معاك بشكل كبير كاستابلايزر ماسل او كعضلات مسؤوله عن تثبيت المفاصل، اهمهم مثلا العضلات بتاعه الريست، الكتف الامامي او الانتيريور دلتويد بيبدا يدخل معانا في الحركه شويه كموشن، وفي نفس الوقت كاكسسوري ماسل بتساعد البايسبس على تاديه الحركه. فالاشارات اللي بتتبات من المخ دي بتتبات بتتبات للبايسبس، بتتبات للانتيريور دلتويد، بتتبات للعضلات بتاعه الريست، بتتبات لعضلات كتير قوي. فتحديدا الاشارات اللي مبعوثه دي ممكن الوظيفه بتاعتها تتلخبط او كل اشاره تروح في مكان مختلف. فمع استمرارنا فتره على التمرين الاشارات دي بتبقى منسقه اكتر ومنظمه اكتر. يعني الاشاره اللي رايحه للبايسبس هي رايحه للبايسبس بس، الاشاره اللي رايحه للانتيريور دلتويد عشان تبدا تساعد شويه في الحركه بتبدا تروح للانتيريور دلتويد بس. الاشاره اللي رايحه للريست او العضلات بتاعه الريست عشان تثبت الريست بتاعك في الوضع اللي هو الاريكت بتاعه عشان تقدر تعمل الموشن بتاعتك، بتبقى راحه برضو للعضلات بتاعه الريست بس. فاحنا قلنا دلوقتي 3 حاجات بيحصلوا: ان الريكروتمنت بتاع الموتور يونت نفسه بتزيد، تاني حاجة ان الاشارة نفسها بتكون منظمة اكتر ومنسقة اكتر انها رايحة لعضلات محددة نتيجة انك اتمرنت لفترة، تالت حاجة ان الاشارات نفسها بقت اسرع وبقت منظمة اكتر زي ما احنا قلنا. فدي الحاجات اللي بتحصل تحديدا مع اننا دخلنا تمرين جديد علينا او اننا بدأنا نعمل موفمنت جديدة ما كناش بنعملها قبل كده. في حاجة كمان مهمة جدا بتحصل نتيجة لتأقلم الجهاز العصبي، وهي ان بيحصل ريدكشن في الانهبيتوري ميكانيزم، او يعني تظبيط مش عارف تتقال بالعربي ازاي، او اللي هو يعني ان الاجهزه المسؤوله عن انها تعمل انهبيشن او تبدا تقلل من ردود فعلك او تبدا تقلل من الحركه بتاعتك بتبدا تهدى عشان جسمك يبدا يشيل الوزن اللي هو شايله بشكل كويس ومظبوط. جسمنا تحديدا في حاجات ربنا خلقنا وانعم علينا بالنعمه دي ان احنا عندنا وسائل حمايه. حاجه منهم اسمها الجولجي تندون اورجان، ده سنسور موجود في عضلاتك. اما جسمك عموما او بتبدا تحط لود جامد على عضلاتك، جسمك بيبدا يشغل المستشعر ده او الحساس ده عشان يقول لك كفايه اللي انت بتعمله ده ونزل الوزن، وكفايه اللود الكتير اللي انت حاطه ده عشان ما تتصابش. لكن مع التمرين الطويل جسمك بيبدا يادابت برضه وبيبدا يتاقلم مع الاوزان اللي انت بتحطها عليه، وبيبدا يقلل من فاعليه او من شغل الجهاز اللي احنا قلنا عليه ده. جسمه وقتها بيسمح ان هو يتحط عليه لود بشكل اعلى عشان يطلع فورس
وقوة بشكل أكبر. التطور والتأقلم اللي بيحصل على مستوى الجهاز العصبي بيحصل على مستوى 3 حاجات رئيسيين: ال CNS أو ال Central Nervous System، وده الجهاز العصبي العلوي، أو اللي هو البرين والسباينال كورد، الجزء بتاع المخ والحبل الشوكي. بعد كده بيوصل لنقطة أدق إنه بيحصل أدابتيشن على مستوى الموتور يونت اللي إحنا اتكلمنا عليها ولسه هنستفيض في شرحها بشكل كبير عشان دي نقطة مهمة جدا. تالت حتة أو تالت مكان بيبدأ يحصل عنده أدابتيشن، ودي برضو نقطة من النقط المحورية جدا في الكلام بتاعنا النهاردة، هي النيورو ماسكولار جانكشن، أو النقطة بتاع الالتقاء ما بين العصب والعضلة. خلينا نتكلم ان مجرد ان ما يكون عندك نية انك ترفع وزن تقيل، ده كافي لوحده ان هو يحفز الموتور كورتكس بتاعتك او المخ بشكل عام، ويبدأ يحفزه بشكل كبير ان هو يبدأ يشيل الوزن اللي انت نويت ان انت تشيله. مش مجرد بس انك تبدا تحط لود على عضلاتك عشان يبدا يحصل تحفيز للموتور كورتكس او المخ. خلينا نقول الموضوع بيحصل ازاي كتطور. لما بتبدا تحط لود عالي على جسمك او لود انت ما عملتوش قبل كده وحمل انت ما حسيتش بيه قبل كده، ده بيبدا يعمل اكتيفيشن للموتور يونت. فلما ده بيحصل بيبدا الموتور كورتكس بتاعتك او المخ انها يحصل لها اكتيفيشن بشكل عالي قوي، يعني اشاره بتيجي من تحت من العضله تبدا تطلع على المخ، تقول للمخ زي ما اتفقنا ان انا عليا حمل تقيل او لود عالي محتاجه اتعامل معاه. فبيحصل اكتيفيشن زي ما اتفقنا في الموتور كورتكس. الموتور كورتكس او البرين او المخ بتاعنا بيبدا يبعت اشاره تاني للعضله يقول لها حاولي تجندي كل الالياف العضليه اللي موجوده عندك، او على الاقل حاولي تشغلي الالياف العضليه اللي تقدري انك تشغليها. ده اللي بيحصل تحديدا. الاشاره دي بتبدا تنزل من المخ للعضلات عن طريق حاجه اسمها الكورتيكوسباينال تراكت. تبدا الاشاره دي تروح للعضلات، وبناء على نوع التمرين اللي انت بتتمرنه او نوع القوه اللي انت عايز تخرجها من العضله بتبدا يحصل اكتيفيشن لانواع مختلفه من الالياف العضليه، يا اما فاست تويتش ماسل فايبر او سلو تويتش ماسل فايبر. في حالات الانايروبيك تريننج او التمارين اللاهوائيه اللي بتتطلب منك انك تطلع قوه وسرعه وبلايومتريكس وحاجات اللي فيها قوه انفجاريه بشكل عالي او باور بشكل عالي، جسمك بيشغل الفاست تويتش ماسل فايبر بشكل كبير جدا. وبرضو خلينا نقول ان الانواع دي من الالياف العضليه يمكن الموضوع بيبقى بيتطلب جهد اعلى على الناس المبتدئين انهم يشغلوا الفاست تويتش ماسل فايبر دي بشكل كبير. الناس اللي مش بيتمرنوا او بيكونوا بيعانوا من اصابه وبيأهلوا من جديد مش بيقدروا يشغلوا كل الموتور يونت اللي يقدروا عليها او اللي جسمهم يقدر عليها تحديدا. عشان كده في الوقت ده بتبقى حاجة مهمة او حاجة يعني كويسة ان هو الشخص يبدأ يعملها، ان هو يبدأ يدخل تحفيز كهربي او حاجة مثلا زي ال EMS. وده احنا بنعمله في العيادات بشكل كبير قوي، خاصة في المراحل الأولى من الإصابة، لأن زي ما اتفقنا إن جسمهم مش بيبقى قادر إن هو يشغل كل الوحدات الحركية اللي موجودة. فبيبقى من الكويس إن هو يبدأ يدخل مصدر خارجي يبدأ يعمل كونتراكشن أو يبدأ يعمل انقباض عضلي للعضلات دي بدون تدخله هو الشخصي أو بدون تدخل المخ والجهاز العصبي بتاعه في الحركة. لان في الوقت ده برضو لو عمل كونتراكشن بشكل عالي هو شخصيا او خلى جسمه يعمل ده ممكن يحس ببين او بألم، فالمخ هيبدأ ياخد جاردنج اكشن منه او يبدأ ان هو ما يعملش الحركة دي تاني او يقلق منها وهكذا، خاصة في المراحل الاولى من الاصابة زي ما اتفقنا. كمان في دراسات كانت اتكلمت في الحتة دي تحديدا، كانت قالت ان الشخص اللي مش بيتمرن اصلا والشخص برضو اللي بيأهل اصابة من جديد جسمه تحديدا بيستخدم 71% من توتال الماسل ماس اللي موجودة عنده او من توتال العضلات اللي موجودة عنده. يعني مش بيبدأ يشغل الاكسسوري ماسل بشكل كبير او مش بيقدر يشغل العضلة نفسها الاجونست بتاعتنا او العضلة المسؤولة عن الحركة بشكل مظبوط او صح، ويقدر يخرج منها كل الفورس اللي هو محتاجها. فدي مشكلة كبيرة جدا تخلي كل حد ما بيتمرنش او ان هو ما بيحطش حمل على جسمه تحديدا في تمرين او حاجة ان هو يبدأ ياخد الخطوة دي عشان يستخدم الباقي. او هو الموضوع اكيد مش بالمعنى الحرفي يعني، بس اعتقد ان احنا بنشوف دايما الناس المبتدئين في الجيم او الناس اللي لسه نازلين يبدأوا يتمرنوا
الباترن بتاع معظم الحركات او الموفمنت بتاعتهم بيبقى مش مظبوط وفي حاجات غلط. ده نتيجة للحتة دي تحديدا برضو، ان جسمهم مش قادر يشغل كل العضلات اللي ممكن تساعده في الحركة دي. حاجة مهمة قوي كمان ان الشخص اللي بيبدأ لسه انه يتمرن او حد هو بيجنر في الجيم او في التمرين، التطور عنده بيكون سريع وكويس جدا في اول 4 اسابيع وهو بيحس بده بنفسه، نتيجة للتطور بتاع النيرفس سيستم عنده والادابتيشن بتاع الجهاز العصبي بتاعه. فدي حاجة برضو مهمة جدا تخلي الناس تاخد الخطوة. وخلينا نتكلم مع بعض دلوقتي عن حاجة مهمة جدا وهي الموتور يونت. ايه هي الموتور يونت؟ الموتور يونت دي هي الوحدة الحركية، عبارة عن خلية عصبية حركية جت اتوصلت بمجموعة ألياف عضلية. يعني تخيل انت عندك شاليمو واحد متفرع منه 4 فروع مثلا، وال4 فروع دول محطوطين في 4 كوبايات. فالمجموعة دي كلها على بعض بالمثال اللي احنا ذكرناه ده هو الموتور يونت. ده اللي بيحصل برضو بأعصابك وعضلاتك. هي برضو عبارة عن خلية عصبية حركية أو ألفا موتور نيرون جت اتوصلت بمجموعة ألياف عضلية. بيقول لك إن في العضلات الصغيرة الوحدة العصبية دي أو الألفا موتور نيرون دي بتبدأ تتوصل تقريبا ب10 أو ب10 ألياف عضلية. في العضلات الكبيرة زي الكواد مثلا، الجلوتس، الحاجات الكبيرة في جسمنا دي بتبدأ تتوصل، ممكن توصل ل100 فما أكتر، ل100 ليفة عضلية فما أكتر. في العضلات الصغيرة طبعا بتبقى عند الحاجات بتاعة الهاند أو الإيد والحاجات بتاعة العين. طبعا التواصل العصبي ده بيكون بعدد ألياف عضلية أقل، لأن احنا محتاجين وظيفة ضرورية. يعني احنا مثلا لو جينا بصينا على الحركة بتاعة الصوابع وحركة ايدينا هتلاقينا ان احنا بنتحرك في اتجاهات كتير، بنعمل عمليات دقيقة جدا بإيدينا وبنعمل عمليات دقيقة بعينينا بشكل كبير. على عكس مثلا حاجة زي الكواد، فهي وظيفتها انها بتعمل اكستنشن في الني مثلا، بتساعد في حركة الفليكشن بتاع الهيب. فالأداءات أو الوظائف بتاعتها صغيرة ومش دقيقة زي مثلا حركات الإيدين وحركات الصوابع. خلينا نقول إزاي الجسم بيبدأ يطلع أكبر فرصة أو أكبر قوة هو محتاجها من العضلات بتاعته، من خلال إن هو يشغل كل الموتور يونت أو أكبر قدر من الموتور يونت اللي موجودين في العضلة بتاعته هو محتاج إنه يشغلهم عشان يطلع أقوى فرصة. زي التكيف والتأقلم بيحصل على مستوى الموتور يونت أو الوحدة الحركية، وإزاي بنقدر نخليها تطلع أكتر قوة إحنا محتاجينها. ده بيحصل عن طريق حاجتين مهمين جدا وهما الفايرنج ريت والسمشن. كل ما زاد معدل الاشارات العصبيه اللي رايحه للجزء ده تحديدا، كل ما حصل تراكم في الانقباضات العضليه ورا بعض بدون ما العضله نفسها تلحق ترتاح. ده بيخلي في تداخل ما بين الاشارات العصبيه، العضله نفسها ما بتلحقش ترتاح فبيحصل انقباض قوي جدا، فبيحصل حاجه اسمها augmented contractile stress. ده بيؤدي فيما بعد لتطور في الموتور يونت او في الوحدات الحركيه دي، ويبدا يشغل منها وحدات اكتر ويجند منها وحدات اكتر. فده التأقلم اللي بيحصل على مستواها. في مبدأ تاني اسمه السايز برنسبلز. السايز برنسبلز ده بيقول ان التطور والتشغيل على مستوى الموتور يونت في عضلاتنا بيحصل الاول في السلو تويتش ماسل فايبر او التايب 1 ماسل فايبر اللي هي الوحدات الصغيره، وبعد كده بيبدا ان هو يشغل الفاست تويتش ماسل فايبر او التايب 2 او الوحدات الكبيره وقت احتياجها لو حس ان القوه او الحمل اللي محطوط عليه متزايد وكبير. ولكن رغم المبدا ده جسمك برضو ذكي جدا وبيقدر يعمل سيلكتيف ريكروتمنت، وده مبدا تاني خالص، ان جسمك وقت ما بيحتاج الفاست تويتش ماسل فايبر الاول بيبدا ان هو يشغلها بشكل عادي جدا. يعني ما احنا لو بنطلب من حد مثلا انه يعمل ديبس لاندنج او يعمل فيرتيكال جامب، جسمك مش هيستنى الاول ان هو يشغل السلو تويتش ماسل فايبر وتاخد وقتها وبعد كده يشغل الفاست وتاخد وقتها وهكذا. لا، بيبدا يشغل الفاست تويتش ماسل فايبر او انواع الوحدات الحركيه اللي هو محتاجها على طول عشان تبدا تطلع باور بشكل يتناسب مع الحركه اللي انت عايزها. ده بيحصل اكتر في الحركات اللي بتتطلب اجيليتي او باور او تشينج اوف دايركشن او الحركات السريعه بشكل عام. فدي حاجه مهمه جدا، وده مبدا تاني اسمه السلكتيف ريكروتمنت. حاجه كمان من ضمن الحاجات الذكيه والمهمه جدا اللي ربنا انعم علينا بيها، ان الجهاز العصبي بتاعنا بيقدر يميز هو هيشغل انهي سيستم. زي ما قلنا قبل كده ان العضلات الصغيره بتبقى عايزه تشتغل بشكل ادق وبشكل اسرع من العضلات الكبيره. فربنا انعم علينا ان احنا بنقدر نميز احنا محتاجين ايه بالظبط. ففي العضلات الصغيره جسمك بيبدا يختار ان هو يزود الفايرنج ريت او الاشارات العصبيه اللي راحه وجايه من المخ للعضلات دي زي الهاند مثلا او عضلات العينين. بيبدا يزود الاشارات العصبيه ويخليها بشكل ادق
اكتر من انه يشغل موتور يونت او وحدات حركيه كتير وخلاص، ولكن هو عايز حاجه دقيقه، فالاشارات العصبيه بتكون اسرع واقوى ومنظمه اكتر. على عكس مثلا العضلات الكبيره بتميل ان جسمك يشغل موتور يونت بشكل اكبر من انها تشتغل اسرع. فدي نقطة مهمة جدا، ودي نقطة من النقط اللي ربنا أنعم على جسمنا بيها، هي القدرة على التميز أو القدرة على الاختيار في الأوقات اللي زي دي. في حاجة بقى مهمة جدا، وهي إزاي نستغل تطور الموتور يونت أو نستغل تطور الوحدات الحركية بتاعتنا في صالحنا في التمارين بتاعة الجيم، بحيث نوصل لانديورنس أعلى أو هايبرتروفي أو سترينث زيادة أو أيا كان الهدف بتاعك. كل ما حجم عضلاتك بيزيد مع التمرين المستمر، كل ما كان جسمك مش محتاج نفس كمية التنشيط العصبي اللي محتاجها قبل كده عشان يشيل نفس الوزن اللي بيشيله. منطقي صح؟ منطقي صح. نحط مثال بسيط عشان نفهم اكتر. بدات تمرين من 18 شهر، وفي خلال الفتره دي حجم عضلات رجليك زادت بمقدار 10%. وخلينا نقول ان عضلات رجليك كانت 10 كيلو فبقت 11 كيلو بعد الزياده. خلينا نقول ان انت بتشيل في تمرين زي السكوات مثلا 60 كيلو. ال 60 كيلو اللي كنت بتشيلهم وحجم عضلاتك 10 كيلو هم نفسهم ال 60 كيلو اللي بتشيلهم وحجم عضلاتك 11 كيلو. فنفس الموتور يونت او الوحدات الحركيه اللي شغاله هنا هي اللي شغاله هنا. خلينا نقول ان التنشيط العصبي او عدد الموتور يونت اللي بيتنشط اثناء الموشن او الحركه اللي بتحصل دي وانت حجم عضلاتك 11 كيلو هو اللي بيحصل وانت حجم عضلاتك 10 كيلو. هتلاقي ان التحفيز على عضلاتك بقى اقل، مع ان انت بتشيل نفس الوزن، وفي نفس الوقت عدد الموتور يونت اللي انت بتنشطها ثابت. الحقيقه ان عضلاتك زادت فمحتاجه لود اعلى، محتاج انك تعمل حاجه اسمها بروجريسيف اوفرلود. بروجريسيف اوفرلود دي او زياده الحمل التدريبي بتاعك تقدر تزودها من خلال زياده العداد بتاعتك، او من زياده الوزن اللي انت بتشيله، او من تقليل وقت الراحات، ايا كان الهدف بتاعك ايه. بس لازم تبقى عارف ان الهدف بتاعك هو الموضوع المحوري اللي على اساسه بنبدا نظبط البروجريسيف اوفرلود بتاعك، او بنشوف الانسب بالنسبه لك. اخر حاجه هنبدا نتكلم مع بعض عليها هي النيورو ماسكولار جانكشن، او النقطه اللي بيتم فيها التواصل ما بين العصب والعضله. بعد دراسات على الفئران لمده 7 اسابيع وجدوا ان بيحصل تطور بشكل كبير جدا في المنطقه دي ككل. الاريا نفسها بتاعت النيورو ماسكولار جانكشن بيبدا حجمها يزيد، بيبدا يكون في تفرعات اكتر للاعصاب في المنطقه دي. بيبدا يكون في تحسن في الاسيتايل كولين ريسبتور او المستقبلات اللي بتبدا تعمل التواصل اصلا ما بين العضله والعصب. فدي نقطة مهمة جدا بتوضح ازاي يحصل تطور على المستوى الدقيق ده، لان ده يعتبر هو الاساس. لان كل ما كان التواصل ما بين العضلات والاعصاب بشكل كويس، كل ما ادينا التمارين بتاعتنا بشكل كويس، كل ما قدرنا ان احنا نتطور اكتر في التمرين، كل ما قدرنا ان احنا نعمل تمارين بتتطلب سرعه وقوه وتمارين كومباوند بشكل اكتر. والتطور على مستوى النيورو ماسكولار جانكشن ده حصل زي ما قلنا بعد 7 اسابيع بس من دراسه اتعملت على الفئران. كانوا بيعملوا لهم هاي انتنسيتي تريننج للاسف يعني كانوا ضاغطين عليهم جامد. نقول ان التطور اللي احنا بنكتسبه من خلال النيورال ادابتيشن او التاقلم الجهاز العصبي على التمرين اللي احنا بنتمرنه، ده شيء مهم وضروري جدا عشان نبدا نتطور ونلاحظ التطور بتاعنا، ونبدا نغير في التمارين اللي احنا بنحطها او نبدا نزود من شدتها ايا كان يعني. الموضوع كله برضو بيختلف على حسب الاهداف. النهارده دي كانت نهايه الجزء اللي احنا هنتكلم فيه او التوبيك اللي احنا هنتكلم فيه. ان شاء الله الحلقه الجايه هنتكلم اكتر عن الماسكولار ادابتيشن، وازاي عضلاتنا بتبدا تتطور او بتبدا تزيد كحجم او بتبدا تحافظ على الانديورنس وبتبدا تتطور انها تتحمل بشكل اكتر، وازاي بتطلع باور والحاجات دي كلها. ده كانت نهايه الحلقه بتاعتنا، واشوفكم على خير.